مجربة اللي يكتبها ويحط حاجته أسفل من عندها وياخذ الورقة ويخليها في ضريح الإمام الكاظم، حاجته تنقضي وتتسد. فقيه من الفقهاء اسمه آية الله السيد أحمد المستنبط. قال السيد أحمد المستنبط قدس سره، قال: أبيات مشهورة ومجربة عند الخواص، يعني عند الشيعة وخواص الشيعة، تكتب وتوجه بها إلى مشهد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام للاستشفاء وقضاء الحوائج، تطرح على قبره، يعني تخلي الورقة في ضريحه. قال: لم تزل للأنام تحسن صنعا وتجير الذي أتاك وترعى، وإذا ضاقت الفضاء بي ذرعا، يا سمي الكليم جئتك أسعى، والهوى مركبي وحبك زادي، أنت غيث للمجدبين ولولا فيض جودكم الوجود اضمحلا، قسما بالذي تعالى وجل ليس تقضى لنا الحوائج إلا عند باب الرجاء جد الجواد.